عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. جبت اكل اليمام اهو، قلت له عايزه اكل حمام يمام اي حاجه زي ده. حاطه لها شويه رز، بس طبعا هستناها لما تطير تاني عشان هما بيبدلوا. على فكره كانت ونس ليا اليمام ده كان ونس ليا جدا جدا جدا. اما كنت لسه بقى ما عنديش بيبيهات ولا اطفال ولا الكلام ده، انا قعدت فتره على ما خلفتش على طول. تمام. بعمل ايه؟ هفطر، وديت العيال الحضانه الحمد لله. وهفطر النهارده كده بقى. طلعت بقى الحاجات اللي مستخبيه. هشيل لولي طبعا شويه قبل ما اعمل. حطيت بصل اهو، بصل والقوانص عشان اتاكد ان القوانص بعد ما تشوحوا كويس جدا وعليهم كمان التتبيله وكل حاجه. عشان اتاكد احط لها شويه ميه مغليه، ما تحطيش ميه مش مغليه. وهنا متبلاها، هنا الكبده بتاعت الفراخ برضو متبلاها. دي دايما بتبقى عندي، اللي هي ثوم وفلفل احمر بس مش حامي، انت عايزه تحطي حامي عادي، وكمون وملح وكل التوابل بقى اللي هي بتاعت وليمون وخل. والليمون والخل حلو قوي، بيضيع برضو الزفاره وكده. حطيت على دي وحطيت على دي برضو. في رعايه الله. السلام عليكم. كده شويه كتير، كل شويه يا ماما تيجي تبيض وتفقس وكده وتبقى سغاليل ويكبروا وكده. انا حاطه لها ديت والبتاع اللي فوق ديت عشان كان في مطره. قعدت فتره ما تجيش عشان العرسه نص قدام عيالها قبل كده. فرحت قوي ان هي رجعت تاني. قعدت 3 4 شهور ما بيجوش خالص، فكل اللي بيرضوا ويكبروا وكده بيجوا تاني. يعتبر العشه بتاعتهم. مش عارفه انتوا شايفين كويس. وطبعا يعني اللي كان في علبه تانية بس راحت، وعلب الميه مش بعرف اعملها ومش بحط لها اي حاجه الا لما تطير، عشان لو حطيت لها كده هتسيب عيالها وتجري او